الفيلم ده يعتبر من أكتر الأفلام اللي دمر الجيل كامل حرفيا. كل اللي شاف الفيلم ده وهو صغير كان فاكر إن الفيلم مغامرات وخيال عن طفلين بيعملوا عالم سحري في الغابة. جيس وليزي كانوا بيهربوا من مشاكل حياتهم، بيخلقوا عالم اسمه تريسيبيسيا، ده اللي أنا نطقته صح أصلا، بيعيشوا فيه مغامرات ويكونوا فيه ملوك. الفيلم كله كان مليان خيال وضحك وصداقة جميلة جدا. أنا واحد من الناس كنت بحب الفيلم ده جدا، خلى ناس كتير تحب الشخصيتين وتتعلق بيهم. ولكن فجأة كده بدون مقدمات، من غير أي تمهيد تقريبا، فيلم بيعمل صدمة عمرها ما اتنست ولا هتتنسي. جيزي بتروح الغابة لوحدها، والحبل اللي كانوا بيعدوا بيه النهر بيتقطع وبتغرق وبتموت. المشهد ده كان صدمة حقيقية لأي حد شاف الفيلم وهو صغير، وأنا واحد منهم. لأن فيلم اتحول من مغامرات جميلة لدرس قاسي عن الفقدان. يعني ناس كتير شايفة إن الفيلم ده مش فيلم طفولة، الفيلم ده صدمة حرفيا.